لو عندك فراخ بلدي او ساسة او فراخ بيضة، الفيديو ده مهم جدا ليكي. اول حاجة يا بنات، حبيت ابدأ لكم كده بالمكان اللي انا بحضن فيه الفراخ. ده بوكس عامله له فتحة تهوية كده من فوق. هي سلك يا بنات، بس انا فاتحه الوقت عشان بحاول ان انا اقلل درجات الحرارة، بحيث ان انا هغير اللمبة المية، اللمبة الميتين اخليها لمبة مية. له باب سلك كده، الباب ده بكون مقفلة عليه، وانا بكون قافلاه بأي قطعة قماش وانا بحضن، وسايبة فتحة التهوية اللي فوق. مجرد ما ابدا اقلل درجات الحراره، ببدا اشيل الغطا اللي انا حطاه على السلك لحد ما انقل الفراخ من المكان ده خالص، عشان المكان ده متر في متر يا بنات، يعني كبير الفراخ قوي. لو فراخ بيضه بسيبهم فيه 10 ايام، فراخ بلدي ممكن اسيبهم في المكان ده اسبوعين. النهارده احنا في اليوم السادس، وبعد اول تحصينه خلاص بدات اضيف اضافات بسيطه، بس مفعولها قوي جدا يا بنات. إيه، بس في اضافه واحده لو استخدمتيها غلط هتبوظ الدنيا خالص. كملوا الفيديو معايا للاخر، وصلوا على النبي كتير في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم ويحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله. طبعا اول حاجه انا بحط علف على القد، وبدات ان انا احط العلافات يا بنات من عمر ال3 ايام، بحيث ان احنا نوفر في العلفه شويه والدنيا ما تتبهدلش. الفراخ البلدي زي ما انتوا عارفين بتحب تنكش في العلف وفي الارضيه، فما بكترش كمية العلف بحيث ان هم يخلصوه. طبعا في اول 10 ايام او 15 يوم للفراخ البلد او الفراخ الساسو، الاكل قدامهم ليل ونهار ما بنجوعش. في اليوم السادس الجهاز الهضمي بيبقى اقوى شوية، فده الوقت المناسب اللي نساعدهم بحاجات طبيعية تفتح شهيتهم وتقوي المناعة. معايا هنا يا بنات اقل من نص كيلو من العلف. هنزل عليه بمعلقة سمسم، معلقة كركم، معلقة حبة البركة. ودي الحاجات اللي ممكن تضيفيها من اول يوم. ولكن في اضافات النهارده هضيفها لاول مره، زي العسل يا بنات. كان ممكن استقبل الفراخ عليه، بس انا استقبلتهم على محلول جفاف، لان حسيت ان كان في فرختين جايين وهم عندهم اسهال اساسا، فما كانش ينفع ادي عسل. العسل ممكن يعمل اسهالات، او كتره بيعمل اسهالات، فالاساسي لو هنضيف عسل على العلف او على الميه معلقه النشا. العسل مهم جدا، بيفتح الشهية وبيدي طاقة سريعة وبيقوي المناعة، بس العسل لوحده ممكن يعمل إسهال زي ما اتفقنا. عشان كده النشا هو الحل السحري. أنا بضيف كده معلقة، بضيف نشا مع العسل. النشا بيهدي الإسهال وبيظبط الهضم وبيعمل توازن في الأمعاء. يعني عسل مع نشا ما بيسيبوش بعض أبدا يا بنات. سواء هتضيف العسل على المية، تحطي برضو نشا في الأكل أو في المية مع العسل. طبعا البصل احنا بنضيفه من ربع يوم. والبصل بدأت اضيفه يا بنات من ربع يوم، يعني حبة صغيرين بحبة صغيرين كده، ما بكترش. بصل مضاد بكتيري قوي جدا، وبيقوي المناعة وبيقلل الأمراض، بس ما يكونش كتير علشان ما يعملش ريحة أو الفراخ ترفضه. في الأول كده يا بنات، يعني بصلاية صغيرة على يومين. خلاص التحصينة خلصت، كنا بنحطها على المية. فالنهاردة أول إضافات وهي عصير ليمونة، عصير نص ليمونة مع معلقة خل صغيرة على لتر المية. الليمون مطهر طبيعي، بيقلل البكتيريا وبيحسن الهضم، وكمية فيتامين سي رهيبة. الخل مضاد سموم طبيعي، بينظف الأمعاء، بيقلل الإسهال، وبيحسن امتصاص الأكل. بس برضو يا بنات كمية صغيرة، يعني معلقة صغيرة على لتر المية. تعالوا بقى نقول فوائد الخلطة كلها اللي ضفناها. طبعا السمسم زي ما قلت لكم، وحبة البركة والكركم بنضيفهم من اول يوم. السمسم هتستعمليه مش هتشوفي كساح ابدا طول الدورة، سواء فراخ بيضة، فراخ بلدي، فراخ ساسو. الفراخ البيضة بنحط بكميات والفترات طويلة يا بنات، لكن في الفراخ البلدي والساسو الخلطة دي ممكن تعمليها مرتين 3 في الاسبوع لمدة شهر. السمسم غني بالدهون المفيدة، وبيساعد على التسمين وبيدي طاقة. والكركم مضاد حيوي طبيعي، وبيقوي المناعة وبيقلل الالتهابات. حبة البركة دواء لكل داء، بتقاوم كل الأمراض وبتحسن التنفس وبتقوي الجسم بشكل عام. وزي ما قلت لكم الإضافات دي مش كل يوم يا بنات. حبة البركة، كركم، سمسم ممكن تستعملوهم طول مدة التحصين، وبعد كده مرتين 3 في الأسبوع بالكتير، علشان ندي فرصة كده للجسم يمتص كل الفوائد اللي في الحاجات دي، وما نبقاش بنديها على الفاضي وكمان نضر الفراخ بتاعتنا. ان شاء الله في ميعاد التحصينة التانية ممكن تبدأ من يوم 12 ليوم 15. التحصينة التانية اللي هي تحصينة الكوكسيديا. زي ما قلت لكم التحصينات أساسية أساسية معانا في الفراخ، خصوصا في الجو اللي احنا فيه ده. يعني البط يا بنات انا بطلعه بدون اي ادوية. الفراخ لو 10 فرخات ممكن اطلعهم بدون اي ادوية وبدون اي تحصينات، وبعتمد على كل الحاجات اللي موجودة في البيت.
بتكون كميات بسيطة وبتعدي الحمد لله، لكن لما تكوني جايبة كمية كده فما ينفعش نعرضها للخطر، خصوصا ان الجو وحش جدا الايام دي. حبيبتي اللي سألتني في التعليقات اشتري فراخ خف، يعني فراخ نص تربية يا بنات، او اللي هي بعد عمر شهر مثلا. انا عن نفسي ما بحبش اشتري الفراخ متربية خالص يا بنات، بحب اجيبها كده عمر يوم واحصنها على ايدي واطلعها على ايدي كده. اساسا ما بتاكلش كتير. إيه، يعني لو جينا في التكلفة، فانت هتكلفي شراء اغلى ما تربيها من عمر يوم. تاني حاجة، انت مش ضامنة الفراخ دي واخدة التحصينات بتاعتها. إيه، ممكن بعد فترة تأكلي وتشربي، ومجرد ما يجي أي مرض أو أي حاجة الفراخ مش متحصنة فما عندهاش مناعة، فما بيقاوموش أي مرض، فتلاقي كل الدورة ماتت أو كل التربية ماتت فجأة بسبب دور برد أو أي حاجة بسيطة. فانتي لأ، ما بحبش ان انا اجيب الفراخ، اللي ما انصحكيش ان انتي تجيبيها. هاتي الفراخ عمر يوم وربها على ايدك، حصنيها، هتبقي عارفة يعني ضامنة جودة الفرخ. ولا بتاخد مكان ولا بتاخد مجهود، هما شوية اهتمام بسيط كده. ف- في أول 10 أيام، وبعد كده الدنيا بتمشي معاكي زي الفل. أول 10 أيام يعدوا بسلام، تحصيناتك مظبوطة. هقولك على المواعيد، الحاجات اللي هنضيفها كلها حاجات بسيطة. الفراخ البلدي يا بنات والفراخ الساسو بنهتم بيهم ربع الاهتمام بالفراخ البيضة، وما شاء الله ما بيبهدلوش في التربية. فكرأيي كسوزان، لأ، رب الفراخ من أول يوم حصناها بإيدك تبقي ضمناها وضامنة الجودة بتاعتها. ان شاء الله هنزل معاكم النظام بتاعي في دورة الفراخ، امشوا عليه يا بنات. إيه، هتلاحظي فرق في الاكل والنشاط والنمو، بس اهم حاجة ما تكتريش اضافات، ما تخلطيش كل حاجة في نفس اليوم. والتعليمات بتاع كل فيديو: النظافة، التهوية، درجة الحرارة. بدأت لكم اول الفيديو بوريتكم المكان، فتحة التهوية ازاي في البوكس اللي انا بربي فيه. الباب بكون مغطية اول ما بجيب الفراخ، فتحة التهوية دي بكون مغطية نصها يوم في يوم لحد ما افتحها خالص، لحد عمر ال7 ايام. ببدأ اشيل الغطا خالص واشيل الغطا اللي على الباب يا بنات، بحيث ان انا ممكن اغير اللمبة ال200 في عمر ال7 ايام، عمر ال8 ايام، على حسب الجو. يعني خلاص الجو بقى حر ما عادش فيه برد، هبدأ اشيل اللمبة ال200 واحط لمبة 100 واقفل تاني. يومين 3 الفراخ تاخد على درجة الحرارة دي، هبدأ اشيل الغطا. فزي ما بقول لكم دايما، احنا بنربي حاجة في البيت، فعينك دايما تكون ميزانك وايدك ميزانك. انت بتشوفي الفراخ، مثلا انت غطيتي المكان ده النهاردة شيلتيه، تشوفي الفراخ متكومة بعيدة عن اللمبة وتحت اللمبة منتشرة في المكان. كل ده احنا قايلينه في الفيديو بتاع استقبال الفراخ. الفرخ طول ما هو نشيط كده وبيجري في المكان، حتى لو نام شوية بعد الأكل تمسكي الفرخ كده حصلته مليانة واكل، يبقى مفيش خوف. لكن مفيش أكل، يبقى كده يبقى فيه مشكلة، ونهتم ونبحث ونشوف سببها ايه. وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لايك للفيديو يا أمارات عشان الفيديو يترفع، وأتمنى تشتركوا في القناة وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.